عسلامة عسلامة ومرحبا بكم في فيديو جديد وروتين جديد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جيتكم بالبارتي 3 من الباتش كوكينج متاع الجمعة هذه. عملنا البارتي 1 اللي هي الروتين متاع نهار الأحد سبت وأحد، والبارتي 2 والبارتي 3 عملتهم تاع الباتش كوكينج. عملت لكم المالح، الطنجرة معناتها، وتوا جيتكم بالبارتي 3 متاع السكري معناتها متاع لمجة الصغار وفطور الصباح. حاولت نعمل حاجات معناتها صحية صحية لبناتي، وكان نحط الحاجات اللي هم يحبوهم. أول حاجة بديت بيها عملت لهم مسفوف، بيسكو توهم فما الدقلة متوفرة، فما الرمان، فما العنب. نعملوا بيها مسفوف اللي هي حاجة مشتهية على الآخر عند الكبار وعند الصغار. خذيت الكسكسي، عندي كسكسي رقيق، وخلطته بشوية كسكسي متوسط، وبثبثته بالزيت وحطيته يتفور، وحطيت له شوية ملح وشوية سكر وخليته يتفور. وفي التفويرة الثانية سقيته بالماء، الماء اللي تفور عليه، وزدته شوية سكر ورجعته جوست تفويرة، ومن بعد هبطته. دوبا ما هبطته حطيت له مغرفة كبيرة زبدة. تنجموا تحطوا زبدة، زيت، سمن، انا نحبذو بالزبدة، فهمتوا؟ وقعدت نفرك فيه يجيني بالكعب بالكعبة، ومن بعد حطيت التمر مقصوص ومغسول ومقصوص، وعندي الرومان بيان سور اللي فصوه لي للبنوتات مغسولين زيدا كيف كيف، ومعاهم العنب. وزدته شوية زهر وشوية سكر، وخليته يبرد تماما، ومن بعد قسمته باش يفطروا فطور الصباح وباش يهزوه غوتي، فهمتوا؟ خليته على جنب وتعديت باش نعمل لكم الوصفة الثانية اللي هي الياغورت. اللي عندها ماكينة متاع الياغورت أو كتبع الوصفة متاعي اللي ما تنجح لهاش معناتها وتجيها ميها، اتبع ليزيتاب متاعي وبقدرة ربي باش تنجح لها. عندي حليب كامل الدسم، الباكو الأحمر هذاك، حطيته صبيته في طنجرة. تحبوا بقري هو ولا ما حدا يكون بقري خير، بيسكو ما عادش متوفر البقري، دونك فما اللي يعوضوا الكامل الدسم هذاك الاحمر. وحتى بالازرق زاده راهو يجي، اما ان شاء الله بقدره ربي تو الجمعه الجايه نعمل لكم وصفه بالباكو نصف الدسم. المهم تبعوا لي زيتاب باش تنجح لكم. خليته على الغاز واللي ما عندهمش ميزان كيفي انا هاكا تحط اصبعها ومعناتها المهم تكون تقيس درجة الحرارة كي تحط اصبعها هي في الحليب هكايا. ما معناتها ما تتلكعش، فهمتوا؟ معناتها يبدا هكا دوبا باش يغلي، دوبا باش يولي يسخن بالكدا، فهمتوا؟ في الحالة هذية زدت 3 مغارف سكر كبار وقعدت نحرك فيهم، ومن بعد حطيت لهم كعبتين ياغورت. الياغورت القولي تحبوه بالفريز، بنوات كوكو، بالفاني، ناتور، شوا عندكم انتوما وكيفاش تحبذوا. انا صغاري ما يحبوش الناتور، يحبوا حاجه منكهه، دونك اخترت لهم الفريز بيسكو انا متوفر عندي ياغورت الفريز معناتها بنكهه الفراوله، فهمتوا؟ وزدت عليهم باكر سكر فانيي، وقعدت نخلط فيهم، نحيت المغرفة وخلطت قعدت نخلط بالفوي لين ذاب لي السكر وذاب لي الياغورت، فهمتوا؟ معناتها تخلط الياغورت بالحليب. هنا خذيت الماكينة متاعي، غسلت الحكوك متاعها بيان سور والكل، وقعدت نصب فيهم. الكمية هذيك جابت لي 7 حكوك، اما 7 حكوك راهم معبين، معناتها ممكن يهزوا 180 حاجة كيف هكا، معناتها بالحق معناتها تاكل لين تشبع، فهمتوا؟ حاسيلو
وهوني سكّرتهم بالكدا وخلّيتهم ليلة كاملة في الماكينة. هوني هذيّا عالصباح أول ما نحيتها معناتها ديجا مازالت هكا شادة روحها، direct حطيتها في الفريجيدير، أقل حاجة تقعد ساعتين في الفريجيدير باش تشد روحها. هاي ديجا هاي الtexture حاسيلو بالحق نودكم ولا نشهيكم، راهي جات بنينة 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 وكيما الياغورت اللي نشريوه من الشارع بالضبط معناتها فهمتوا. حاسيلو ما نحكيلكمش بنة 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 جربوها وما تندموش. راهو اللي عندها مثلا ماكينة متاع ياغورت ولا حكوك تبدا اصغر راهو يطيحولها ما يطيحولهم كونتيتي ما اكثر فهمتوا. انا خاطر لي بول اللي عندي هذوكم الحكاك هذوما البلار راهم كبار معناتها فهمتوا. حاسيلو ما نحكيلكمش هذيا وقتها بنتي ياسمين كي كانت بيبي كنت نعمللها الياغورت في الدار ناتوريل راهو. ومن بعد كي كبرت هكا وتحب كان دخلت لها هكا الياغورت المنكه قعدت نعمل لها قعدت بريود كبيرة نعملها في الياغورت. حاسيلو نودكم ولا نشهيكم اللي عندها الماكينة متاع الياغورت تجرب الوصفة متاعي. وتوا تعديت باش نعمل لهم جاتو دانيت شوكولا بالحق حاجة بنينة وخفيفة وبالحق شدتهم نهارين معناتها فطروا منها وهزوا منها جوتي ونهار ثاني كيف بالحق حاجة بنينة 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 وخفيفة وما تتكلفش معناتها فهمتوا. عندي حكة كعبة دانيت شوكولا حطيت عليها كعبتين عظم. الحكة هذيك باش نكيلو بالحكة عليها حكة ونص سكر عليها حكة حليب عليها حكة زيت وساشي سكر فاني وتوا قعدت نزيد في الفارينة زدت زوز وثلاثة غير معناتها زوز كاملين وواحدة كعبة غير ربع فهمتوها. وزدت عليها باكو خميرة متاع جاتو وعندي كالمولة هذيك اللي في الوسط هذيك متاع الجاتو وحطيتها في الفور وجيت بنينة بنينة ما نحكي لكمش. من بعد نقبتها هكا بالكردون الفوق وعملت لها صوص شوكولا اللي هي شوية عندي طابعة متاع شوكولا هذيك دو كوفرتور وزدت عليها واحدة ياغورت دانيت شوكولا وشوية حليب وعملت لها الصوص تشربت وزينتها باللي تنجموا تستكفيوا بها كي كان عندي شوية فصدق زينتها وبالحق نودكم ولا نشهيكم راهي جيت بنة 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 وغارقة في الصوص متاعها. حاسيلو نودكم ولا نشهيكم. اي وعلى فكرة وزدتها بيبي دو شوكولا. وهذا الفطور نتاع نهار الاثنين نتاع بناتي عندهم حطيت لهم المسفوف وزدت عليهم شوية فاكهة شوية زبيب واللهم أدمها نعمة واحفظها من الزوال وإن شاء الله في فيديو قادم وباي باي.